السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر. أكيد إن شاء الله هتطلعوا بمعلومة أو تقوموا تشجعوا تشوفوا اللي وراكم. ده كده إن شاء الله يبقى آخر فيديو في الريسبشن على يعني قبل التجديدات. آخر فيديو هيتصور إن شاء الله بإذن الله في الريسبشن، هو بالشكل ده والألوان اللي فيه كلها جري وكده. هنا بقى كان طبعا الدنيا كانت بايظه خالص، فقلت انضف تنظيفه سريعه. انا مش محتاجه ان انا بقى ابذل مجهود لان انا كده كده اوريدي هعمل التنظيفه العميقه، يعني ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي معاكم. هنا عايزه اقول لكم ان الفوطه اللي هي جلد غزال دي انا كنت جايباها تقريبا ب 35 جنيه. حرفيا بتلمع الازاز من غير ولا نقطه منظفات، بتلمع بطريقه فظيعه ما شاء الله. الدولاب انا كنت موريكم قبل كده هو قد ايه بيبصم عندي، ولكن مع الفوطه دي حرفيا تحفه بسم الله ما شاء الله، ملهاش حل يعني. هنا كده شغلت قرآن بقى، وكانت الدنيا لسه بدري، كانت الساعه 8:10 الصبح، ورشيت معطري كده وظبطت الدنيا. انا عندي كام حاجه عايزه تتعمل يعني. قمت اصلا حتى ما فطرتش، دخلت عملت الغدا على طول، عملت مكرونه وبانيه. وكنت محتاجه بقى ان انا انزل اشتري شويه حاجات واشتري حاجات للبيت، رز وسكر وزيت وكده، لان انا ما كانش عندي اي حاجه اصلا في البيت. فهنا كده كنت حضرت الغدا، قلت احضر غدا رايق كده بما ان انا يعني لغيت في الوجبه بتاعه الفطار. فالمكرونه كنت عايزه اقول لكم اللهم بارك بقى ان الواحد واكل على جوع، فكان الاكل ملوش حل. خلصت غدا بقى كده وشربت طبعا الحاجه الساقعه. وعايزه اقول لكم ان انا بقيت احب الفي 7 قوي، يعني ما شاء الله الصودا بتاعتها مش اقوى حاجه ولكن حلوه قوي بالنسبه للمنتج، يعني مش مقاطعه. فالحمد لله كده كنت اتغديت وخلصت، وقلت بقى ايه اعمل حاجه حلوه بالمره بما ان انا كده كده كنت لسه مستنيه يعني حد ينزل معايا. فكان عندي بطاطا بقى، جبتها كده وقشرتها وقطعتها وحطيت عليها معلقه سكر كبيره ورشه قرفه بسيطه كده، بسلقها لحد ما بتدوب خالص. وهنا كده كنت غليت اللبن وسبته علشان يبرد، كان ما شاء الله بدأ يكون قشطه. هوريكم اصلا القوام بتاع البطاطا، شايفين ناعم حرفيا تحفة. بدلها وهي سخنة كده بقى يعني رشة فانيليا. وبعد كده بعمل لها طبقة البشاميل بتاعتها عادي، بحمر الدقيق في السمنة او الزبدة، وبنزل عليهم باللبن لما بيكون ساقع، يعني انا سبته لحد ما يبرد خالص. ولو في حته قشطه بحطها، وبحط سكر بدل الملح بس. وعايزه اقول لكم دخلتها الفرن اهو، كان اللهم بارك تحفه التحفه. هي بيبقى تلتينها بطاطا والتلت بيبقى بشاميل. عايزه اقول لكم الشوايه لسعتها مني، ولكن عادي يعني شلت الجزء اللي هو شبه محروق دوت، ولكن كان طعمها تحفه اللهم بارك. خلصت كده بقى وقلت لا انزل اشوف اللي ورايا لان زي ما بقول لكم كان عندي مشاوير كتير قوي اليوم دوت، وانا اصلا كنت مستنيه بقى الاوردر يجي. فالاوردر جه، هو عباره عن ارفف كده 3 ارفف ومكرميتين صغيرين كده. وجيت اجيب شلال زرع كده، لقيت ان الشلال هيكون يعني الواحد بس هيكون شكله ضعيف كده ومش كثيف، فجبت 2 مع بعض نفس الشكل علشان يديني كثافة طبعا اعلى. والحمد لله لما جربتهم وحطيتهم في البوك كان شكلهم يعني لذيذ ما شاء الله. قلت اعمل حاجة كده تجريبية اشوفهم عاملين ازاي، ولكن الحمد لله كان شكلهم زي الفل. طبعا الارفف لسه محتاجه بقى تتركب، فقلت اشوف الرف اللي فوق التلفزيون كده كان عليه كميه تراب، ونزلت كل الديكورات اللي عليه. شايفين الكتاب اصلا ملامحه مختفيه من التراب اللي عليه. فاخدت كل الديكورات كده ودخلت رحت حطها في ميه واوكسي كده، وشايفين كميه التراب اللي نازله منهم صعبه قوي. وكل ده كان لسه ما اتغسلوش، دي الحاجات المبدئيه اللي تحت بس. حطيت طبعا كل حاجة، الشمع والفوانيس وبوتات الزرع والورد وكل حاجة، كل حاجة حطيتها. وبعد كده حطيتهم يتصفوا في الحوض كده. وعملت بقى كوباية نسكافيه، قلت اروق على نفسي لان انا كل ده بقى كنت خلاص زي ما بقول لكم مستنيه حد يجي ياخدني وننزل. فعملت كده كوباية نسكافيه وطلعت مج جديد، قلت بقى اجرب كده. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا البرد شبه هلكني، زوري بقى وخلاص. انا والله العظيم بجد قبل الشتاء ما تدخل استنفذت كل طاقتي خلاص في البرد. رحت كده السوبر ماركت، وبوريكم اقول تاني مره، يعني انا بحب اروح بيم، هو قدامي بيم وكازيون بس انا بحب اجيب بيم، يعني بحب اجيب من بيم اكتر. بحس ان هو بينزل
حاجات كده متنوعه. انا شايفين دول نوعين رز انا ما جربتهمش قبل كده، قلت مش مشكله اجيب الاتنين واجربهم. وزي ما بقول لكم في 7 بصراحه بقيت احب اشتريه قوي، لانه طبعا منتج مش مقاطعه، وفي نفس الوقت ما شاء الله الجوده بتاعته حلوه قوي. بحب انا الكولا بتاعته، وبحب اللي هو بالبلو بيري ده، لونه اصلا تحفه، اللي هو حتى لو طعمه مش حلو، مع ان طعمه حلو يعني، ولكن لونه تحفه. هنا بقى جبت دقيق وجبت كذا حاجه، قلت اشوف بقى يعني الحاجة اللي البيت ناقصها، وجبت ظرف شار كده. طبعا احنا عارفين بقى الشتا جاية، فمحتاجين تسالي ومحتاجين نقعد كده. اخدت جولتي في السوبر ماركت وجبت الحاجة، ورحت مشوار تاني مع السوبر ماركت. وعايزه اقول لكم كان السجاد جه خلاص من الدراي كلين الحمد لله، والطلبات اللي اشتريتها ايه حطيتها والحاجات. يعني بص انا عايزه اقول لكم يبقى الحال على ما هو عليه في غرفه الاطفال، ولكن كمان كنت اشتريت الحاجات اللي انا عايزاها. وشايفين الازازه دي اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. في ازايز نازله ب79 تقريبا، هو ده الرينج بتاعها، ولكن دي كنت جايباها ب110 لان حجمها كبير، بلس ان هي شكلها حلو قوي. يعني وروني الاشكال اللي هي ب79 ما كانتش عجباني خالص. المج ده بالغطا بتاعه بالشليمو كان نازل ب35 جنيه. وجبت الستيكر الرخامي ده علشان خاطر الحتت اللي قشرت عندي في المطبخ. اكيد مش هاجي اقول للراجل اللي عامل المطبخ بعد 3 سنين تعالى شوفوا لي، اكيد مش هيفيدني بحاجه يعني. كان الواحد فيهم تقريبا ب65 جنيه. و الاسباتيولا دي كانت ب65 برضو. وجبت المج ده كان اللهم بارك تحفة، 99 جنيه. ب99 جنيه. هو في مضرب كده، وممكن تشيلوا المضرب وتستخدموه كمج لوحده. وجبت الزرعة دي، انا كنت جايبة اختها، وجبت المساكة بالصفاية دي والاكياس. ومتهيألي الطبق كان ب45، والمسكة دي كانت ب35، والوردة كانت ب30، والكيس الأكياس ده كان ب15 جنيه تقريبا. أيوة، عشان أنا بقول لكم الأسعار عشان حد طلبها مني قبل كده، قال لي أهم حاجة تكتبي الأسعار، فأنا بقول لكم الأسعار هو أنا بحط الحاجة. هنا كده كنت خلصت، ولكن كده كنت خلاص بالليل بقى، وقلت ابدا في التنظيفات العميقه. ان شاء الله باذن الله استنى اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله باذن الله. بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان هنعمل شويه تجديدات للشتاء ما لهمش حل. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.